بوسبير، شعب بوسبير او مملكة بوسبير او تريكت بوسبير. هاد العبارة اللي بقاو يجتروا فيها الجزائريين ويعاودوا فيها حتى مرضوها كإشارة على أن المغرب هو بلد ديال الدعارة. بداية هاد العبارة هادي ما عرفوها الجزائريين حتى تم الذكر ديالها في الفيديو ديال اليوتيوبر المغربي يونس مسرار او الدحيح المغربي اللي معروف بالفيديوهات ديالو اللي كيدير على التاريخ المغربي. وحنا ما غاديش نلوموه لان التاريخ كيف ما كان ضروري ما يكونوا فيه نقاط سوداء، لكن الحاجه اللي ما عرفش السي يونس هو ان الجيران كيتبعوا التاريخ ديال المغرب اكثر من المغاربه، وهنا فين خصو يرد البال. داكشي علاش المتابعين ديالو من الجزائريين تسناو حتى وضع هذا الفيديو ديالو اللي كيتكلم فيه على حي صغير في مدينه كبيره في مملكه كبيره، والجزائريين بكل غباء طلقوا على دولة على قدها اللي هي المغرب. لكن حنا هذا الغباء ولفناه على الجزائريين لأنهم عندهم السبق في أي حاجة فيها الحماق. كمثال فما عمرك ما غتسمع شي ألماني أو لا أي أوروبي كما بغات تكون الجنسية ديالو كيقول شي هولندي تريكت الريد لايت، لأنها ما عندها حتى شي معنى تسمي دولة على حي. لكن الغريب هو أن حتى بعض المغاربة وبزاف عليهم يكونوا مغاربه واللي كيتسموا كذبا وبهتانا بالمعارضين او فقط المناضلين ديال الادسنس اللي حتى هما ولاو كيستعملوا هذا اللفظ، ومنهم بزاف وابرزهم صاحب قناه دار الكسيبه او دار الشيتا سابقا. ومن هاني نوجه لهم رساله، سمعني نقول لك اخاي الشيات، راه واخا تعيا ما تسب في راسك وتصغر من المغرب، راك في نظر الكبرانات وفي نظر الجزائريين مجرد شيات ومجرد بلحاس وعمرهم يقبلوا عليك. والمؤسف في هذا الشيء كامل هو ان العديد منهم كيعتبروك مجرد عامل ديال لاجيد او عامل ديال المخزن، وهذا الشيء كيبين اللي قلنا لك، اي انك كتضل تسب في المغرب وتضرب الشيتا للكبرانات، لكن لا المغاربه قبلوا عليك ولا حتى الجزائريين قبلوا عليك، ما بقيتيش هاد لهنا لا لهيه. وسبحان الله العظيم هذا صاحب قناه دار الشيتا غير في 2015 كان كيقول على الجزائر المزبله، وكان كيقول على اسرائيل بانها دوله متقدمه وخاص العرب المتخلفين يستافدوا منها. لكن ما عرفش شنو اللي تبدل تولا في 2020 ولا تيقول على اسرائيل الكيان المحتل، ولا تيقول على المغرب المطبع فقط باش يضرب الشيتا للكبرانات. نغلقوا هذا القوس ونرجعوا للموضوع ديالنا. الحي ديال بوسبير بالمناسبة تم الإغلاق ديالو سنة 1955، يعني قبل خروج الحماية الفرنسية. ونزيد كخاي بوصبع أن هذا الحي كانوا فيه محترفات من الجزائر، يعني من بلادك. قبل ما ندخلوا في المسقي ما فيها باس اخاي بوصبع نقريوك شي شوية الحالة ديالك ونشوفوا شنو تيقول فيك علم النفس. كاين واحد المفهوم كيتسمى الإسقاط النفسي اللي هو حيلة دفاعية من خلالها كيقوم واحد الطرف برمي العيوب ديالو والخنز ديالو والعقد ديالو اللي عنده على الآخر. وكاينين أمثلة مغربية بحال مثلا كنقولوا الديب تيعاود غير داكشي اللي كيجرى ليه واللي فيك هنية رديه ليا. والمحاولات المتكررة لبوصبع بتشويه سمعة المغاربة والمغرب باللفظ ديال تريكت البوسبير ما هو إلا دليل على الإفلاس الفكري، وأن بوصبع تسالى ليه جميع الستوك ديال المعيور وحتى الحجج وتيدوز للخطباء بحال شي واحد فاش كتشدو كتسلخو كيولي كيقلب غير في الارض على شي حجره يطاكي بها على راسو. دابا ندوزو لشي شويه ديال التاريخ وشي شويه ديال الاجتماع اللي ما قراوكش الكبرانات اخاي بوصبع باش نعرفوا شكون هو بلد الدعاره، واش المغرب او لا الجزائر بلادك او لا بلد المليون شهيد. وبالمناسبه نيت غتعرف واش بلد المليون شهيد او بلد المليون شي حاجه اخرى. واحد الدراسه انثروبولوجيه دارت في جامعه جزائريه من طرف الباحثه الجزائريه كلثومه البخضراتي، العنوان ديالها هو الدعاره الخفيه في المجتمع الجزائري، وركزوا على كلمه خفيه. تاكدت في هذه الدراسه ان الدوله الجزائريه عندها بيوت رسميه ومرخصه
اللي السلطات ديالها كتعالجها وكتخصص لها مراكز. وحسب نفس الدراسة فهي كيتم اللجوء لها باش يوفروا السكن والمأكل. وهنا نيت غادي نجبدو الباحث العظيم دومير اللي قال بأن الجزائر ما عندهمش الأوراش ديال الزليج لأن ما كانش عندهم الطبقية، لكن غالبا هو كان كيقصد أن الطبقية ما دخلش فيها الدعارة، دخل فيها غير الزليج. وبالمناسبة العدد ديال عاملات الجنس في الجزائر حسب دراسة جزائرية دارت سنة 2007 هو 1,200,000، وكل وحدة فيهم كتصرف في المتوسط على 3 من أفراد العائلة ديالها. وحسب الإحصائيات الطبية ديال الأمم المتحدة تبين أن عدد الناس اللي كيتصابوا بالسيدة أو داء فقدان المناعة سنويا في الجزائر هو 1700، بينما في المغرب ما كيفوش 720. وهذا الشيء علاش مسؤول جزائري بنفسه قال بأن دور الدعارة هي جزء من الدولة. وبيوت الدعارة مثلا جزء من الدولة، هذا بيوت الدعارة جزء من الدولة. إذا كان لقيت الدولة قائمة تديرها 57 عام، يا الشعب الجزائري بيوت الدعارة جزء من الدولة، بيوت الدعارة جزء من الدولة، بيوت الدعارة جزء من الدولة. ندوزو شوية للتاريخ. واش كتعرف أن فرنسا فاش دخلت الجزائر تصدموا ولقاو بأن الدعارة في الجزائر كانت مقننة، بل حتى أن فرنسا خدات القوانين ديال الدعارة من القوانين اللي كانت موجودة في العهد العثماني، يعني قبل من 1830. فالجزائر كان واحد الملازم ديال الشرطة خاص بالدعارة، وكان مكلف غير بالفتيات اللي كيمارسوها وبالتسيير ديالهم. وهذا الشيء ما جبتوش من راسي، بل كاين في كتاب بعنوان لا بروستيتيسيون دون لا فيل دالجي اللي كيزيد يأكد أن الدعارة كانت متفشية بكل أنواعها، وحتى أن النساء كانوا كيمارسوها مع كل شيء، مع الأتراك، مع المور، وحتى مع المسيحيين، بل حتى ممارسة الغلمانية مع الأطفال من طرف الجنود الانكشارية اللي كانوا كياخدوا الأطفال كيقضيو بهم خلال الرحلات ديال القرصنة. وفاش كيرجعوا للموانئ أول حاجة كيقصدوها هي البيوت ديال الدعارة في الجزائر. ندوزو للأحياء المشهورة بالدعارة. انت غالبا كتعرف غير بوسبير اللي كاين في كازا واللي تسد في 1955، لكن ترى ما عرف والو على الأحياء اللي عندك في بلادك. ماشي مشكل، غنوريهم ليك. كاين واحد الحي اللي كيتسمى بالحي المحرم على النساء، واللي هو حي رحبة الجمال. هذا الحي اللي عنده سمعة خايبة في الجزائر، واللي حتى لدابا النساء في الجزائر ما كيقدروش يدخلوا ليه لأنه ارتبط بالفسق والفجور. لكن هذا الحي كان من أيام التواجد العثماني وبقى خدام حتى من مور الاستقلال ب20 عام، يعني حتى 1982. وانا كنقول علاش الجزائريين كيسميونا بتريكة بوسبير، وهما اي مصيبه كيعايرونا بها راهم هما ديما اللي كيكونوا سبقونا ليها. ندوز ليك لواحد حي اخر اللي حتى هو محال واش تكون سمعتي به، واللي كاين في الجزائر العاصمه. هذا الحي هو حي القصبه. هذا من اكثر الاحياء شهره ماشي فقط في الجزائر بل في العالم كامل، وهو اللي كانوا كيترددوا عليه بكثره الجنود الفرنسيين باش يسترحوا من مور ما كيشبعوا جرائم في الجزائر. وباش تعرف الشهرة اللي وصل ليها هاد الحي، فهو تسمى على واحد الملهى ليلي كيتواجد بالبرج ديال ترامب تاج محل اللي كيترجع الملكية ديالو للرئيس الامريكي الاسبق دونالد ترامب. يعني ان ترامب عنده واحد النايت كلوب مسميه بالقصبة نايت كلوب، يعني سماه على الحي ديال الدعارة اللي كاين عندك في بلادك، وماش سماهش بوسبير نايت كلوب. ونزيدك حوايج اخرى تسماو بالاسم ديال حي القصبة. كاينه واحد الشركه فرنسيه متخصصه في انتاج الافلام الاباحيه الخاصه بالشواذ واللي تسمات بقصبه ستوديو، زائد مقهى القصبه او كافي قصبه بمدينه لوس انجلوس الامريكيه. ونزيدك خاي بصباح ان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك تذكرات في المذكرات ديالو انه غيفقد العذريه ديالو لاول مره في الجزائر، وكما مذكور بالحرف قال ليه البوسكو او المتر ديكيباج: خاي جاك واش انت مازال عزري؟ جاوبو جاك قال ليه اييه، وجاوبو المتر ديكيباج: اليوم ما غاديش تبقى عزري. وعرفتي فين داه الحي القصبه، ما داش البوسبير.
هادشي بلا ما نتكلم على الجزائريات اللي داوهم العسكر ديال فرنسا للفيتنام باش يقشبوا بهم في الحرب. ونزيدك واحد البونيس اخي بوصبع، شوف شنو قال هذا الامام الجزائري: وبما انكم حليتوا البيبان ديالكم لايران ما كاين غير راه بالراح زواج المتعه، بغيت نقول الدعاره بالاسم ديال الدين. بارك عليك اليوم. وقبل ما نختم بغيت نقول لك ابو صباع، باش بلا ما تبدا تعاود في دوك الخزعبيلات ديالك ديال سير جيب اختك من الخليج وحرر سبته من الليليه والصحراء غربيه، حنا راه ماشي ملائكه وحتى حنا عندنا الدعاره، لكن حنا كنتصالحوا مع نفوسنا ومع التاريخ ديالنا. والفرق بيننا وبينكم هو اننا حنا ما كنلصقوش الوسخ ديالنا في غيرنا كيف ما كديروا نتوما بالضبط. وهذا الشيء كامل اللي سبق ما جبت حتى شي حاجه من راسي، انما مجرد استعراض الحقائق التاريخيه اللي جبتها من مصادر تاريخيه. ومن هانيت نوريك التاريخ اللي ما قراوكش الكبرانات اللي علموك تقول بوسبير. ولكن من هنا للقدام ما خصكش تبقى تقول بوسبير، خصك تبقى تقول حي القصبه او رحبة الجمال حسن. وما تنساوش غدا تمشيو ديروا وقفه امام السفاره الامريكيه باش تدعيو دونالد ترامب على داك النايت كلوب اللي سمى على الحي ديالكم، او لا تدعيو جاك شيراك لعل وعسى تردوا الاعتبار لروسكم شي شويه.